النادي الاهلي النهارده بيقدم اداء باهت برغم الفوز، لان المفروض ان هو مفيش حجه. طبعا انا هختلف غير الناس اللي هتطلع تطبل والناس اللي هتطلع وتقول لك اصل النادي الاهلي بقاله شهرين ما بيلعبش ومش لا ده انت معاك 9 لعيبه ولا 10 لعيبه سواء بيلعبوا في منتخب مصر غير ديانج وغير بن رمضان، يعني اللي ده واحد بيلعب في تونس والتاني بيلعب في مالي، يعني اذا اللعيبه جايه جاهزه وجايه يعني واقفين على رجليهم وبيتمرنوا مع بعض بقالهم شهرين. فلما يلعبوا النهارده المفروض يورونا اداء قوي جدا، يورونا اداء ان هم كانوا يستاهلوا البطوله، يورونا اداء ان هم كانوا شايلين منتخب مصر. انما بالشكل ده اقسم بالله يعني ها اللي تقدر تقول عليه النهارده واقف على رجله رقم 1 محمد هاني، رقم 2 مصطفى شوبير، رقم 3 يجي امام عاشور، وبعد كده تريزيجيه اللي ظبط الجونين طول المباراه. ما كان يعني الشوط الاولاني ما كانش له اي تواجد نهائي،